بدون مقدمات وبدون تكثير كلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نبي الله سيدنا سليمان عليه السلام التقى بنملة فسألها: يا نملة، كم تحتاجين من حبة قمح في السنة؟ فأجابت النملة وقالت له: أحتاج حبتين من القمح. فجاء بحبتين من القمح ووضع النملة في القارورة، ووضع حبتين من القمح في القارورة، وأغلق القارورة وفتح لها فتح صغير لكي تتنفس منه. وبعد سنة عاد إليها فالتقى بها، أكلت حبة واحدة. فقال لها: يا نملة، تكذبين على نبي الله؟ فأجابت تلك النملة وقالت له: يا نبي الله، لما كان رزقي على الله كنت أعلم أنه لا ينساني وأكل حبتين، والآن لما رزقي محصور بين يديك قلت ربما تنساني، فكنت أصوم يوما وأفطر يوما، فأكلت حبة وأبقيت حبة. سبحان الله، نملة تعلمنا العقيدة، نملة تعلمنا كيف نتعامل في الأزمات. يا الله يا الله يا الله. لا تنسوا الصلاة على رسول الله، وخلوا لي تعليق ماذا كان تأثير هذه القصة على قلوبكم. لايك ومتابعة. كان معكم عبد الكافي، ما تنسوش تصلوا على الرسول. سلام.